السلام عليكم. بما إن صنع القهوة يعني بالنسبة لنا عقدة، فهنتعلم النهاردة نتعملها ازاي تبقى مظبوطة وجميلة والوش بتاعها ما شاء الله جميل وكريمي. هنتعلم مع بعض ازاي النهاردة نعملها بكل البساطة وطريقة سهلة جدا، وبعد كده مش هتبقى بالنسبة لنا صعبة خالص. زي ما انتوا شايفين كده، هنبتدي بالمكونات. عندنا دلوقتي كنكه، على حسب بقى احنا هنستخدم كنكه قد ايه او كوبايه قد ايه. الكنكه اللي قدامي دي بتاخد كوبايه واحده، كوبايه واحده اللي هي كوبايه عاديه صغيره. انما لو فناجين القهوه بتاخد فنجانين. حطيت دلوقتي معلقتين قهوه، بس معلقه اللي هي معلقه الشاي، مش معلقه الاكل اكيد يعني. وحطيت معلقه ونص سكر، دي على حسب الذوق يعني، على حسب الاحتياج احنا بنحتاجها قد ايه. وبعد كده عايرت بالكوباية اللي انا هستخدمها، هي عايرت بيها المية اللي انا هحطها في الكنكة. زي ما انتم شايفين كده، بنقلب كويس جدا 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 عشان السكر يدوب والقهوة تعمل وش كويس جدا. اهم حاجة ان احنا نقلب كويس عشان ما يبقاش فيها تكتلات كمان. حطيت كمية المية كلها اهي، وهنقلب كويس جدا دلوقتي. انا حطيت الاول شوية للبساط، وبعد كده كملت المية عشان اعرف ادوبها كويس. تمام. دلوقتي جينا على النار. انا حاطه على اصغر عين على البوتاجاز، وكمان حاطه فوقيها وش عين تانية. دي بالنسبه لنا افضل، عشان بتبعد الكنكه عن العين مباشره، فبتخليها تستوي بالراحه او على مهلها براحتها. وطبيعي القهوه بتستوي كل ما بتتعمل على نار هاديه، كل ما بتبقى اطعم واحلى. زي ما انتم شايفين كده، انا حتى شايفه نسبه النار عامله ازاي، هاديه جدا. ممكن اهدى من كده كمان يفضل. وبنقلب بيها بقى كل فترة للتانية كده. انا قلبتها مرة وهي على البوتاجاز، اول ما حطيتها على النار، اول ما النار اشتغلت قلبتها مرة. هقلبها من 3 ل4 مرات على حسب على حسب احنا قلبناها كم مرة يعني، عادي. كل ما بتقلبي فيها كل ما بتطلع وش كريمي اكتر، وش جميل جدا. يفضل المرة التانية بقولها اهو، ان هي تتعمل على نار هادية، هادية جدا كمان. وكمان يفضل انها تتعمل بمية متلجة كمان، يعني مش مية ساقعة. بما اننا في الشتا دلوقتي، فاكيد المية بتنزل من الحنفية ساقعة، فعادي. بس ممكن تبقى احلى لو اتعملت بمية متلجة جدا يعني. تمام. دي تاني مرة، زي ما انتم شايفين من شوية قلبتها، دي تاني مرة. هقلبها مرة كمان دلوقتي، دي تالت مرة اقلب فيها. زي ما انتم شايفين كده، بالنسبة للوش زي ما انتم شايفين هتلاقيه كريمي جدا وجميل قوي. وهتلاقي سمكه بيبقى تخين، من غير بقى ولا الحاجات اللي بيحطوها في الكافيهات عشان تعمل وش تخين، اللي هي بيكربونات الصوديوم تقريبا. زي ما انتوا شايفين كده، حتى بالنسبة للأطراف هتلاقيها انها بدأت تبقبق كده وبدأت تلم على بعضها. دي كده بالنسبة ان هي الوش بدأ يتعمل وبدأ يستوي. تمام. كل ما بتتعمل على نار هادية كل ما بتستوي احسن، ومبقاش تحس ان فيها لسه طعم القهوة نية. تمام. فعشان كده احنا بنسويها او بنعملها على نار هادية جدا. زي ما انتوا شايفين كده، بدأت تعمل اطار، ان هي تبين ان هي بدأت خلاص تعمل وش سميك يعني. دلوقتي هناخد الكوباية وهناخد كمية بسيطة جدا، بس بحيث ان احنا هناخد الوش بس دلوقتي عشان ما يغليش معانا ويضيع مننا. احنا بنضمن يعني ان الوش ده انه ثابت معانا في الكوباية. زي ما انتم شايفين كده، على الاطراف بدأت تعمل كده، اللي هي تقلب على بعضها. مش هنسيبها تغلي بقى، وهناخد كمية الوش دي وبعد كده نسيبها تغلي براحتها على النار. هنبتدي دلوقتي نجيب الكوباية عشان نحط كمية الوش اللي احنا عايزينها. هنسيبها بس اللي هي تلم شوية، وبعد كده هنبتدي ناخد الكوباية دلوقتي ونحط فيها النسبة بسيطة يعني من الكوباية، يعني مش كلها، خدنا اللي هي شوية عشان ايه
الوش معانا يدنه زي ما هو. بعد كده هنسيبها تعمل وش كمان تاني مرة. دي بتخلي نسبة الوش عندنا اسمك من القهوة العادية. زي ما انتم شايفين كده عملت طبقة وش تاني، هناخدها ونحطها كذلك فين؟ في الكوباية. بعد كده بقى نسيب الغلوة الأخيرة دي، هتخليها تغلي عشان ما تبقاش نية أو ما تبقاش باردة، عشان تحسي انت جيتي تشربي القهوة كده تلاقي من فوق سخن وتلاقي نزلي من تحت تلاقيها باردة. هنخليها تغلي. ممكن نعلي النار براحتنا بقى دلوقتي، خلاص احنا كده كده اصلا عايزينها تغلي، فهنعلي النار تغلي وبعد كده هنصبها على طول في الكوباية مع الوش. زي ما انتم شايفين كده خلاص غلت كده. هنشيلها بقى ونحطها في الكوباية زي ما انتم شايفين كده. يفضل برضو ان احنا ما نحطش من النص قوي كده، من الجنب، عشان ما تخليش الوش اللي احنا عملناه يروح. همسح بس اللي وقع وبعد كده ارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، شايفين نسبة الوش عاملة ازاي، وطعمها يعني كلها مستوية وما فيهاش تحس انها نية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.